تحياتي سي مصطفى تحياتي العماري. ودابا واحد ملي كيكون واحد كتقول له العماري عماري زعما من سيد عمارة السباعي. السباعي. تفضل السي مصطفى. وتحياتي للاخوان والسعود في هذه المنطقه هذه اللي هي هذه المنطقه ديال قلت لك سي تحياتي للاخوان اللي جينا زرناهم زياره لجماعه العمامره. وانت الحمد لله راك من العمامره وفاعل جمعوي الحمد لله. وجبت مشاريع لهذه المنطقه هي تبارك الله. مشاريع كمجتمع مدني في العمامره هنا وانتمائهم للقبائل ابي السباع، واللي كتواجد قبيله كبيره هنا كما قال الاخ 15 على 20 كيلومتر. كلشي وهي اراضي مخصصه ديال وقف لابي السباع، شرفاء ابي السباع، واللي فيها فلاحه وكيمارسوا فيها العمل ديالهم الفلاحي وزراعه الحبوب وهنا الزيتون جميع الاغراس المثمره. اسم هذاك الغرس اللي قلت لي قبيل منها الكبار اللي هو جوده عالميه اللي كيتواجد في جامعه العمامره، وهي اللي تابعه وبحال النبق تقريبا. لا هو نبته كتكال، ولكن الاستهلاك الداخلي في المغرب ضعيف، وهي كتوجه كلشي للتصدير. حوالي 20,000 طن اللي كتصدر من هنا، واللي فيها الجودة عالمية. كاينه في دائرة كزولة منها جامعة العمامرة اللي كنتواجدوا بها الآن، نقا، كزولة، وعدة جامعات قروية اللي كتنتمي لدائرة كزولة. وهنا إن شاء الله المجتمع المدني لأبي السباع اللي كيتواجد في دائرة كزولة، خصوصا الله يبوغ تنكرون هذا الوقت هذه نشرحونا خير غادي نشرف فين ما كانوا خير بهم. الله يبارك الله. الله يبارك الله. صفات مش حالك امور زينه الحمد لله. وليداتي لاباس، طنجه زينه، كلشي مزيان. خير دورت ولا فيها طنجه اخرى الحمد لله. ولا فيها شتي ملي نزوركم ان شاء الله ونجيكم ان شاء الله. قاعدين ما قادرين الله يلا خير. قداش قلنا الحمد لله الحمد لله. امور زينه. يا غتصوروا كامل لا أرض للسباع عمامرة هي كاملة ما شاء الله. هذه منطقة يغودة اللي فيها المهرجان. هي هذه المنطقة هي منطقة جبلية. هذه هي هذا الجبل هذا هذا هو الجبل اللي دوك مختصين وعلماء الآثار اللي وجدوا فيه واحد رأس بشري، وهذا الرأس البشري بعد إجراء الأبحاث من طرف الأساتذة الباحثين في الآثار تبين أنه كانت توجد حياة بشرية، أنه كان كيعيش الإنسان أو حياة بشرية في واحد التاريخ من أول التاريخ في العالم، أنه هو تسجل في واحد الرقم تاريخي أنه عدة سنوات بأنه كيتواجد حياة بشرية على هذه الأرض هذه على الصعيد العالم الأولى في العالم تاريخيا، واللي أكدوها باحثين في علماء الآثار وبعد التحليل. لقاو هذيك الجمجمة هنا، الجمجمة البشرية هنايا، بأنه كان كيتواجد وكانت كتوجد حياة بشرية في هذه المنطقة على صعيد العالم الأولى وعلى صعيد العالم بعد إجراء الأبحاث عدة سنين كثيرة في هذه المنطقة هذه اللي هي يغود، واللي غدا من المنتظر باش تكون وجهة لعدة باحثين في الآثار وكلشي هذه السنة. فهو كيحتفل بهذه السنة ديال 2025 حسب المهرجان الأول لراس يغود واللي منظم اليوم بجمعية اليوسفية. تحياتي لكم من جماعة يغود اللي فيها جماعة العمامرة. يوم 5 في شهر 9 2025 يوم مصادف عيد المولد النبوي الشريف. تحياتي.